ظهر آدم تامر حسني في حالة من السعادة الكبيرة بعد عودة والدته بسمة بوسيل من باريس. وكان آدم ظهر عليه من قبل ومتأثر بسفر والدته، حيث تداولت صور له أثناء مكالمة فيديو معها وهو يشتاق لها بشدة. لكن بعد عودتها نشرت بسمة بوسيل فيديو عفوي بيجمعها بابنها آدم من داخل المنزل، وهم يلعبوا الكرة في أجواء مليئة بالمرح والحب. وظهر آدم سعيد للغاية وهو يقضي وقت ممتع مع والدته في لحظات عائلية خطفت قلوب المتابعين. ويظهر آدم وهو في حالة من الاشتياق لوالدته بسمة بوسيل التي ظهر بها أثناء سفرها إلى باريس وهو متأثر. عاد آدم تامر حسني ليعيش لحظات من الفرح والمرح، حيث ظهر وهو يلعب ومبسوط مع والدته في أجواء عائلية مليئة بالسعادة. كمان بتحرص بسمة بوسيل على التعبير عن حبها الكبير لابنها آدم دائما من خلال قضاء وقت طويل معاه ومشاركته تفاصيل يومها. وتفضل بسمة بوسيل أن تعيش مع آدم لحظات بسيطة وعفوية داخل المنزل، حيث تظهر كثيرا وهي تلعب معاه وتشارك الألعاب المختلفة في أجواء مليئة بالمرح والضحك. ودائما بتحب بسمة بوسيل أن تكون قريبة من أطفالها، وبتحرص دائما على إسعادهم وقضاء وقت ممتع معهم بعيدة عن ضغوط العمل. وبتكشف هذه اللحظات العائلية عن العلاقة القوية والدفء الكبير الذي يجمع بين بسمة بوسيل وأبنائها تاليا وأمايا وآدم، وهو ما يلاحظ الجمهور في كل مرة تنشر فيها مثل هذه اللحظات المميزة.